فخوارزميات السوشيال ميديا عارفه برضو حته النقص اللي عندنا دي، واننا ما نحبش نتهاجم ونضرب بقى على سيمفونيه ايه الجمدان ده وايه الحلاوه دي وما شاء الله انت دماغك المظات. فلما حد بيجي بقى ينتقد وجهه نظر معينه عندنا احنا اصلا مستثمرين فيها، يشتغل بقى التحيز التاكيدي ونفضل نتحيز لحد ما نكون مجتمع من المتحيزين زينا اللي بيعملوا لنا لايكات بقى وبيعلقوا لنا ويطبلوا لنا عشان احنا اتجمعنا في منصه واحده بيبانها مخلعه ومنطقها فاسد، واللي يجي لنا بقى من بره يشوف عدد اللايكات والتعليقات فيتوهم ان اللي بيتقال ده اكيد صحيح عليه اجماع اهو يا عم. بس هو ما يعرفش ان الحته دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الخوارزميات اللي بتحب تعلب الناس كده في علب. دي علبه نسويه بقى، ودي بقى علبه فيديو جيمنج، ودي بقى بتاعت بالعنايه بالبشره، ودي بقى بتاعت نظريات المؤامره والبوابات البعديه والجدار الجليدي والمدينه الخفيه في طبق المهلبيه، وحوار كبير قوي. محدش بيقول لك ما تستعملش السوشيال ميديا، بل كل اللي المتخصصين بينصحوك بيه هو انك تاخد بالك من نوعيه المحتوى اللي انت بتتفرج عليه.